يا اهلا بيكو، عاملين ايه يا جمهوري؟ عايزك تعمل لايك واشتراك للقناة وتكمل الفيديو لحد الاخر، لان الحلقة بتاعت النهاردة متلخبطة حبتين تلاتة. ويلا بينا نكمل الفيديو لحد الاخر. اهم حاجة يلا بينا. دلوقتي صابرين بيقوم من مكانه وبيكون تايه ومش عارف هو فين ولا ايه اللي جابه هنا، وبيفضل ينادي على الساحرة بتاعته اللي اسمها ارجون، وبيقول لها يا ارجون تعالي ساعديني لان انا مش عارف اخرج من هنا، والمكان بيبقى متدمر. وبعد كده بيلاقي نفسه اللي هو فقط في العالم ده، وبيفضل ينادي باعلى صوت عنه. روين حكايتها حكاية. المهم هي دلوقتي اتخلصت من قوتها وبتفتكر نفسها انها عايشة في امان وخلاص، الشيطان مش هيكلمها ولا هيجيلها تاني. لكن فجأة بتلاقي في حاجة في بطنها غريبة، ولما بتقعد كده شوية وبتتركن على جنب لانها عايزة تعرف ايه اللي جوه بطنها، بتلاقي ان هي ممكن نقول انها حامل من الشيطان. تسألني ازاي؟ ما اعرفش. المهم بتلاقي ان في تحركات كده في بطنها وحركة غريبة في بطنها، وبتكون متفاجئة جدا ان ده حصل. بتكون متفاجئة قوي من اللي جرى ده، وبتفضل تقول طب انا هعمل ايه في المصيبة دي، وبتبدأ تفكر وبتضطر اللي هي كده انها ترجع للشيطان. وكده احنا عرفنا كلمتها في الحلقة اللي فاتت ان الشيطان قال لها انت هتجيلي وتتحايلي عليا انك تجيلي. بعد كده نرجع بقى للراجل ده اللي خطف تسع، وهو معاه القائد بتاعه وده القائد بتاعه. المهم بيقول لها انت عندك حوارات كتير، وانا عايز اللي انا اقتلك لان الساحرات قتلوني وخلصوا علينا، وانت كده كده مالكيش اي فايده. بتقول له انا مش ساحره وانت فاهم الحوار غلط. بيقول لها طب تعالي كده وريني كده شكلك. وفعلا هي بتخليه يوريها شكلها، وبعد كده بيحاول اللي هو يشيل الحاجات اللي على عينيها ده. لكن بتقول له طب انت هتعمل فيا ايه، ولا انت عايز مني ايه؟ بيقول لها انا ولا عايز منك حاجه، انا هشيل شكلك وبعد كده هنحرقك. سهله ايه؟ قالت له الله يطمنك، ده انت فاكر حاجه غلط كده، كنت فاكر حاجه تالته. المهم بتقول له خلاص شيلها، لانك برضو تشوفني واشوف اللي هيقتلني. وبعد كده هو بيفضل مركز معاها قوي، وبتحاول تخليه انها يعني يفكه، لان قوتها الخارقه التحكم بالعقل، لكن بيعرف ينجد نفسه اوام وبيتخلص من اللي هي عملته، وهي بتتنرفز من جواها. نرجع بقى لروين وهي بترجع للاصل تاني، وبتخبط على عم تسا وبتقول لها انا عايزه اشوف تسا. بتقول لها تسا مين؟ احنا خلصنا من الحوار ده، انت جايه تعملي ايه هنا تاني عشان انت اديت لها القوه بتاعتك؟ بتقول لها انا عايزها في حوار ضروري. قالت لها طيب ادخلي واتفضلي. وبتدخل روين وبتقفل على نفسها، وبتكون فاكره ان تسا معاها. بعد كده روين كده بيجي لها شعور غريب قوي، تفضل تلف حبه كده في الاوضه، بتيجي شمال ويمين، بتبص على الحاجات لان القصر ده ثابته. بعد كده بتدخل بتلاقي ان في احساس غريب، او في حد بيبقى وراها او حد بيتبعها. بعد كده بتلاقي حبه حلويات، بتلاقي ورقه مكتوب عليها حاجات، وبتعرف ان هي فيها حاجات تانية مختلفة. وبتلاقي حتة جاتوه، بتحب الجاتوه، تلقط الجاتوه. وبعد كده بتلاقي ايه اختها وراها بتناديها، وهي بتكون بتتفجع لانها بتاكل. بتقول لها انت مين؟ هو انت بتعملي هنا؟ بتقول لها لا دي اختها، اما تسا مش موجوده في البيت، يلا ارجعي انت لاوضتك. وهي بتفضل باصه كده بتقول يا دي النصيبه، انا هعمل ايه كده؟ طب بتقول لها طب بقول لك ايه، انا عايزه عنوانها او اي حاجه، او بتقعد مع مين لان عايزه اكلمها على طول لان الكائن عايز حوار. بعد كده بتحس ان في ضرب في البطن والحاجات اللي هي بتاعت اي واحده حامل يعني عاديه، فبتدخل الحمام وبتسيبها. نرجع بقى لخاطف تسلا وبيقول لها انا مش عايز اخلص عليك، انا كل اللي عايزه ان انا اخرج مع واحده حلوه. بتقول له هو انت كل ده عامل لي فيه عشان تخرج مع واحده حلوه؟ بيقول لها هو ده اللي انا عايزه. قالت له خلاص فكني وريني شكلك. قال لها ما انا شكلي مش حلو، انا كده فيا حاجات غلط. قالت له بس وريني شكلك. وبتبدا تلعب بدماغه مره تانية وبتحاول معاه، لكن هو بيكون منتبه ليها المره دي، بتحاول تكلمه وبتضحك له واللي هي بتغريه يعني. وفعلا بيضحك عليه، لكن هي بتحاول تقرب منه، تقول له طب وريني شكلك كده. وفعلا بيشيل لها الحاجه، وطالما هي شافته خلاص حفظته في دماغها. وبيلاقي عيون ايه زي الفل، وبيلاقي قدامه واحده جميله وبتسحره بعينيها وبكلامها، وبيبدا اللي هو يتوه معاها، وخلاص بدت تمومه وتقدر دلوقتي تقول انها يقدر اللي هو يفكها. وبتقول له اللي انا شايفاك كده كده، يلا بينا، وانت شايفني وشكلك حبيتني، ايه رايك؟ وبعد كده بيحاول اللي هو يقرب منها، لكن هي كان في دماغها انه يفكها، وبتقول له امسك المفتاح وفكني عشان اعرف اخرج من هنا، يلا سريع سريع علشان افلت من هنا. لكن القائد بتاعه بينبهه لانه كان متابع الحكايه من اولها، وهو اول ما بيناديه بيفوق، لكن هي بتكون مغلوله وبتكون هتكسر القفص حرفيا، لكن بيبعد عنها، وان القفص كده كده ما تعرفش تكسره لانه مكتوب عليه حاجات تعويذات يعني، والحاجات اللي هم بيعملوها. نرجع بقى لروين وهي في الحمام وبتحاول تظبط نفسها، وبنرجع بعد كده للقائد تاني وبيحاول يتكلم مع القاده بتوعه، وبيقول له اللي احنا مسكنا المره دي ساحره شريره، والساحره دي نقدر نخلص عليها في اقل وقت، لكن انا عايز تعرفنا او نعرفها البيت ده فين او البيت بتاعهم فين، فاحنا هنحاول نخليها تعترف. وخلي بالك انت تنام تاني على نفسك لان دي لو طلعت هتخلص علينا كلنا، حاول ان انت تركز لنفسك. نرجع بقى لروين، وروين بتحاول تكلمهم لكن بتلاقي الموقف متدربك وغير العاده، والتانية بتحاول اللي هي تفك نفسها لكن بلا امل، ومفيش اي فايده ولا في اي محاولات، وبتفضل اللي هي تعيط لانها خلاص بتقول لنفسها انا هيخلص عليا هنا، وبتدخل في اكتئاب حاد.
وبتقول كده خلصت الحكايه، وبتفضل تستنجد بالشيطان، لكن طبعا مفيش اي حد بيرد عليها. وده من الحلقه اللي فاتت، وطبعا الحلقات انتوا عارفينها فين، هتلاقوها في في الوصف بقى في الصفحه. نرجع تاني لسيبرين، وبيفتكر ان الخروج من هنا هو اللي هو يلاقي بيت فولي، وبيدور على بيت فولي لكن مش بيلاقيه، لان القريه كلها بتكون متحطمه على الاخر كلها. وبيبدا يدور وينادي، وارجون بتبدا اللي هي تقول له ان خروجك من هنا هو عن طريق بيت فولي، لازم توصل لبيت فولي باسرع وقت لو انت عايز تخرج من هنا. وبيكون صوتها بيقطع، وبيحاول اللي هو يسمعها اكتر بتمعن، وبتقول له لازم توصل للشيطان وهو الوحيد اللي هيدي لك طريق الخروج، ولازم تنفذ كل اللي هيقول لك، لازم تروح لبيت فولي عشان تعرف تخرج من هنا، وخلي بالك لو اتخلص عليك هنا في حلمك هيتخلص عليك في الحقيقه. اما روين بتقول لهم انا ماليش دعوه باي حاجه، وان الشيطان فارقني وانا ما اعرفش عنه اي حاجه. بتقول لها لكن هو بيعرف يوصل لك، بيعرف يوصلك عن طريق اي حاجه، انت قلت لي كده. بتقول لها انا ما اعرفش عنه حاجه، ومن اول ما عملنا التعويذات والحفله بتاعت الحلقه اللي فاتت. بتقول لها طيب انا دلوقتي اعمل لك ايه؟ وما اقدرش استدعيه. انت لا تقدري تستدعيه. بتقول لها ما اقدرش استدعيه لان هو ممكن فريد ان انا استدعيته سابها وجاي لي انا. بتقول لها خلاص احنا نحاول نعرف مكانها عن طريق الساحر التاني، عن طريق دمك. قالت لها انت هتديني دمك كده كده عشان نعرف طريقها وننجزها، ممكن تجرى لها حاجه، وازاي تروح لوحدها تخلص عليهم لوحدها، المفروض تكوني معاها، الكائن كان متواصل معاكي. وروين بيبص لها بس التحدي لكن مش بترد، وهم بعد كده بياخدوا بعضيهم عشان يكلموا الساحر يجي يعرف لهم المكان بتاعها هي فين. وبتفضل روين بصلهم كده بطريقه غريبه، لكن مش بتعرف تبقى عامله ايه لان هي عندها نصيبه لوحديها. نرجع بقى لسيبرين، وبيحاول اللي هو يعرف فين بيت فولي، بيدور كتير لكن بتجيله اختها وتقول لها خلي بالك انا فولي اختي مستنياك، لازم تروح لها البيت دلوقتي يا اما هتفضل كده كتير. وبيعرف سيبرين اللي هو خلاص بقى مكشوف لاي حد، واي حد بقى بيعرف يشوفه. الاول كان موجود تيف، وده في الحلقه اللي قبل اللي فاتت هتلاقيها في الصفحه بتاعتي. ترجع بقى للساحر وهو بيحاول يحضر المكان، وبياخد دم من كل واحد فيهم، لكن طبعا العينات دي مش بتكون مجديه ولا بتنفع باي حاجه. اخد دم امها طبعا بلا امل. بيحاول يعرف المكان فين، طبعا مفيش اي حاجه تقدر توصله. بيحاول اكتر ويعرف مكانها اكتر، مفيش اي حاجه. بيجي لها خالة بيقول لها انت الوحيده اللي تقدري تنجديها، وانت الوحيده اللي تقدري توصليها لان هو كان مترابط معاك. والراجل ده بيقول حبه حاجات كده غريبه مش مفهومه، وبيغمض عينه عشان مشهد يعني رعب وكده، لكن كان مشهد مموت من الضحك بصراحه يعني. المهم عرف اللي هو مفيش اي امل، وبيقول لها مش مدياني اي احداثيات، والخريطه مش مدياني اي حاجه، لازم يكون دم اعلى من كده بكتير. بعد كده روين بتقعد تفكر شويه كده لانها كانت بتجازف، وبتقول له خلاص خد دم انا كده وشوفه. بيقول لها وانت دمك ايه يعني، انت ساحره ولا ايه، انت بقالك قاعده كده كتير. قالت له خد دمي ومالكش دعوه. وافق. نرجع بقى للاخت اللي محتاسه دي، وبتقول انا هعمل ايه دلوقتي، هنفضل كده كتير ولا ايه؟ قال لها خلاص احنا كده كده هنفكها وهنحاول نستوجبها. وبنلاقي القائد بيقول لها خلي بالك انا محصن المكان، انت ما بتعرفيش تعملي اي حاجه هنا ولا بقوتك ولا تتحكمي في عقول حد، ولو ما قلتيش فين هم فين انت عارفه اللي هيحصل لك كويس. هاتوها ورايا نعلقها هنا في الحته اللي هناك دي احسن، وهنعمل لها صوره كده وكاميرا عشان نعرف العالم كله ان في معانا ساحرات واللي احنا مش عايشين لوحدينا. وبيعلقوها فعلا، وبتفضل اللي هي تنادي على الشيطان. بنلاقي ان روين فعلا اتبرعت بدمها واديت لها الدم بتاعها، لكن بيكون فيها حوارات، وبيبدا الشيطان اللي هو بيعمل حبه حاجات، وفعلا الدم بيبدا اللي هو يتشكل، وبيحط النقطه اللي هي مكانها فين، وبيكون فرحان اللي انهم عرفوا مكانها فين. بيقول لهم محدش يعرف يتحرك ولا يروح غيرها هي روين. روين تقول لهم انا هروح لوحدي وهخلص عليهم، مش عايزه اي حد يروح معايا، طالما انا بدات الحكايه دي انا اللي هخلصها وانا اللي هنهيها. وبنلاقي مجموعه غربال متجهه مع سبرين، وسبرين بيروح لبيت فولي، بتقول له خلي بالك اختي جوه ومستنياك، بس اوعى تلعب بايديلك. وطبعا مش بيسمع لاختها، وبيضطر اللي هو يدخل المكان، وبيلاقي فولو اللي هي متجهزه ليه، فولو او فولي، وبتقول له انا اهو هيأت لك، انت عايز ايه وجيت هنا تعمل ايه؟ انت ما تيجي تقرب عليا شويه كده وتتفرج عليا من قرب، انت عاجبك يعني الوقفه اللي هناك دي؟ وبتحاول تغري. وسبرين فعلا بتستحل بجمالها لان المفتاح بيكون متعلق وهو باب الخروج ليها، فبيحاول اللي هو ياخدها ويهودها باي كلام، وفعلا بيقرب لها. وسيرين بتبص الناحيه تانية بتقول له خلي بالك احنا مش لوحدينا. وفجاه بيلاقي حد يتكلم، وهوب بيبص كده في الاتجاه يلاقي لارشر الشيطان، وبيفضل يضحك عليه. اما خالها بيقول لها ما ينفعش تروحي لوحدك، على الاقل نكلم الشرطه او نكلم اي حد يجي يساعدوك، لكن هي بترد عليه بتقول له مالكش دعوه انا اللي هكمل الحكايه دي لوحدي. وبتفضل تبص له كده وبتوريه اللي هي قادره تعمل ايه، فبيوسع لها الطريق وبيقول لها البت دي اتطورت على الاخر، ما تكونيش معترفين ان قوتها كده. بتقول لها انت تعرفي تجيب قوتك لكن ما ينفعش تستخدميها كلها او ممكن يحصل لك حاجه، وبتسيبهم وبتقفل عليهم الباب وبتروح. وخالها بيبص لعمتها. اما بقى الشر لارشر بيقول له مش هتعرف تخرج من هنا،
ويفضل يضحك. بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ عشان اسيبتكوا في العالم الحقيقي وجيت هنا في الذكريات. انت ايه اللي جابك ورايا في الذكريات؟ شكلك بتدعبس كتير. وبتكون فولي بصاله ومش بتتكلم، بتقول له ما تبصلهاش مش هتعرف ترد عليك لان انا مثبت. بيقول له طب انت عايز ايه مني؟ بيقول له انا ولا عايز منك حاجه، انت اللي جيت هنا، انت اللي عايز تخرج وانا مش هخرجك. انا ممكن اخلص عليك هنا على فكره، ولو خلصت عليك هنا في الحقيقه هيتخلص عليك لان روحك هنا وجسمك هناك. بيقول له طب ما تخلصش عليا، انا مش عايز اي حاجه، انا عايز اخلص روين لاني بحبها وعايز اخلصها منك. بتقول له ما تقولش اسمها على لسانك لانك انت هتخليني اخلص عليك سريع سريع. انا عايز احكي لك حكايه بسيطه. قال له ايه احكي يابا؟ قال له انت عارف النمله اللي بتدخل الجحر تعمل ايه؟ قال له ايه؟ قال له تفحر حفره جوه الحيطه وتستخبى فيها، انت هتكون النمله. تمام. بيقول له طب انا خرجني من هنا وبعد كده نعرف حوار النمله ده بعدين. قال له مفيش حوار، نخرج وانت هتخرج هنا لوحدك، وروين سيبها، وده تحذير ليك. انت عارف وانا قوتي اقدر اعمل ايه، وانا عايز روين لانها هتزيد قوتي. بيقول له ما انا عارف انت هتروح عايز تحكم العالم، ولو روين استخدمت قوتها انت هتزيد، وخلي بالك روين مش هتسيبك. قال له مين اللي قال كده؟ هنعرف في النهايه، وخلي بالك روين كده كده هتحتاجني مرحله وقت وهتلاقيها بتناديني، كده كده كله بيحتاجني، انا هنا الوجود، انا هنا كل حاجه، وانت نفسك هتحتاج عشان تخرج. وبيحاول يضربه لكن بيختفي من قدامه وبيفضل يضحك عليه وبيقول له انا كده كده هخرج من هنا وهسيبك، اما باب الخروج بقى عن طريق المستحضرات دي، حاول كده اعمل بيهم او اخلط اي حاجه، روش نفسك بيهم يعني وهتعرف تخرج من هنا. بيقول له طب ما تسيبنيش هنا. قال له انا مالي، انا قلت لك باب الخروج منين، انت بقى كمل لوحدك. اما انا راجع بقى لروين عشان عايز اعرف هي عملت ايه، عشان ما تعرفش ان انا خلفت منها ولا ايه، ده في طفل في بطنها دلوقتي. وبيختفي من قدامه وبيفضل سيبلين بيدخل في حاله عصبيه عشان اول مره يعرف الكلام ده، وبيحاول انه يخرج وفجاه بيلاقي الذكريات بتضيق عليه، ولو ضاقت بيه عليه اكتر من كده هيموت. وبيحاول اللي هو يلاقي اي مكان يعرف يهرب منه لانه لو فضل اكتر من كده هيموت، وبيدور على اي مستحضرات او اي الحاجات اللي هو بيقول عليها. نرجع بقى للاخت دي تسا، وهي بتقول لها ما تفكيني وتسيبيني اروح لحال سبيل. بتقول لها ما ينفعش، احنا جبناكي هنا عشان نعرف الساحرات دول بيعملوا ايه، انت بتعرفيش ان الساحرات خلصوا علينا. بتقول لها انا مالي، انا طفله، انا زي بنتك، انا ماليش دعوه بالحوارات دي، انا عايز اخرج من هنا وارجع بيتي. بتقول لها مفيش الكلام ده، لما القائد يؤمر واحنا ننفذ، انا هنا بنفذ الاوامر. تفضل تسلا كده بتبص لها بحسره كده وبتفضل تبص بعينيها وبتحاول اللي هي تحكم في عقلها، لكن هم هرشوها وحطوا اللي هم جهاز مضاد للحوارات اللي هي بتعملها، وبتدخل في حاله يأس وبتقول لها خلي اي حد بقى من الساحرات يعرف مكانك ويجي ينقذك، غير كده انك هنموتي. قالت لها هتموتي بنت قد بنتك؟ عيب كده الكلام ده، انا عايز ارجع لبيتي، انا ماليش دعوه بالحوارات الساحرات ده، انا ما اعرفش اي حاجه. وبتحاول اللي هي تاثر عليها لكن بتسيبها وبتمشي. نرجع بقى للسيبرين اللي هو بيحاول يخلص نفسه اوام اوام ومش عارف يعمل ايه، يدور شمال في يمين مفيش اي حاجه جايه معاه حرفيا، وبيحاول اللي هو يلاقي اي حاجه او اي عينات. وبتكون ارجون عرفت اللي هي توصل له، بتقول له اخلط ده على ده وهتعرف تخرج، وفعلا بينفذ كلامها بالملي. بيحاول يخلط حبه محاليل وحبه حاجات وبيشرب وبيقول حبه تعويذات وبيقول انا عايز اخرج من هنا بقى، لكن ممكن اللي هي تقلش، لكن هو بيشرب وزي ما تيجي تيجي لانه لو بقى اكتر من كده هو هيموت هنا. وفعلا بيشربه، بيقول حبة كلمات وحمد لله على السلامة يا راجل. بيرجع تاني وعيه وروحه تاني لجسمه وبيرجع من أول وجديد. بيقول لها أنا رجعت تاني، ده أنا شفت هناك هوايل وشفت التاريخ كله، يخرب بيت ده تاريخ. بتقول أنت شفت إيه هناك؟ قال لها مفيش وقت، لازم أروح لروين أحذرها لأن روين دخل على حوار أكبر منها بكتير، ولو فضل على كده كلنا هيتخلص علينا، العالم كله هيتخلص عليه، ده حرق قرية كاملة في ثواني. وفعلا بيروح على طول لروين. نرجع بقى لروين وهي بتحاول اللي هي تروح مين لتسلا لأنها عرفت الطريق وعرفت المكان، لكن بتلاقي رش جال على هيئه غراب وبيحاول اللي هو يحذرها انها تكمل في الطريق ده لانها ممكن يحصل لها حاجه، وبيطير لكن هي بتعرف وبتمشي. نرجع بقى لتسا اللي هي بتحاول اللي هي تخرج من المكان ده ومش عارفه تعمل ايه، وان الوقت كتر. وبيجي القائد وبيسالها حبه اسئله، نقول له خلاص هي مش عايزه تساعد نفسها واحنا ولا هنساعدها، خلص عليها. قالت له انا كنت بصلي، انا بقول سؤال. بتقول لها يعني انت مش بتقولي تعاويذ ولا بتستحضري شياطين ولا بتعملي اي حاجه من الحوارات دي؟ بتفضل بص له بتقول له لا. نرجع لروين وهي عرفت فعلا توصل للمكان اللي فيه تسا وبتنزل وبتحاول تلاقي اي مساعدات. واول حاجه بيجي لها في مخها طبعا سيبرين، وبتكتب له رساله انها فين لان لو حصل لها اي حاجه يعرف اللي هو يجيبها على طول، وبتبعت له اللوكيشن المكان اللي هي فيه وما تعرفش سيبرين اللي عمله ولا اللي حصل. ونرجع لتسا بتقول انت ازاي عايز تعمل كده في واحده قد بنتك؟ انا لسه ما كملتش 18. قال لها ماليش دعوه، انت ساحره وعايزين تخلصوا علينا، عشان كده انا هخلص عليكي وانت ولا عايزه تعترفي. وبيقول للراجل ده يخلص عليه. فجاه واحده الراجل بيتشنج وبيلاقي ان في حاجه غلط، وفجاه نلاقي روين ظهرت من ورا وبتقول ما
ومحدش هيخلص عليها، انا هنا اختها. وعلى طول بتدخل على اول واحد بتطلعها على اللوبي، وهو بيفضل متشنج، وبيعرفوا انها هي الساحره وهي القويه وهي اللي فيها كل حاجه. بيخرج عليها التاني بيتخلص عليه، ولسه البقبقه شغاله، بيقول انا ماليش دعوه، انا عايز اروح وامشي. والراجل بيولع المكان كله والتاني بيستسلم. لكن هي بتحاول اللي هي برضه تمشيه او تهربه. بتيجي التانية بتجازف وبتكون عايزه تضربها بالنار، هي بتخلص والتانية بتضرب الطلقه، الاتنين بيتصابوا في وقت واحد. وبتكون تسا خايفه من اللي بيحصل ده، والست بتكون ماتت. لكن تسا بتقاوم، بتسود الحمل بتاعها لان قوتها برضو لسه موجوده، وبتحاول ان هي تفك تسا، لان تسا ممكن تتحرق في اي وقت، لان كمان النار بدات تزيد اكتر واكتر. تسا بتحاول ان هي تروح لها، وفعلا بتعرف اللي هي تفكها وبتنجح، وبتقول لها يلا بينا نمشي من المكان ده اوام قبل ما يحصل لنا حاجه اكتر من كده بكتير، انت مصابه وانا مصابه. ولسه بتاخدها وبتمشي، وبتقول لها انا اسف على اللي انا عملته، وبتقول لها خدي المفتاح، انا ولا عايزه المفتاح ده تاني، خديه والبسيه انت، هو ممكن اللي يعرف يخرجنا لانه التواصل معاك اقوى. لكن بيجي الراجل بيضرب تسا وبيضربها بالنار وبيضرب روين، وبعد كده بيضرب مش بيعرف يلاقي اي حاجه، وتسا بتدخل في حاله من الغيبوبه، والراجل بعد كده بيطلع يجري. بعد كده روين بتكون في حاله جنان وخايفه انها تكون ماتت او حصل لها حاجه، وبتفضل اللي هي تنادي، بتقول لها طب قومي طب قومي، ومفيش اي اجابه. وبنعرف كده ان تسا دخلت في حوار كبير، وبتلاقي روين انها كده ايه لازم تلبس المفتاح، وتبدا تقول كلام وتستدعي لارشا، وبتقول تعالى هنا الحقني انا عايزك ضروري. وهنا وصلنا لنهايه الفيلم، عايزك تعمل لايك واشتراك في القناه، ومعاكم زي خلف الله، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.